كان يوم اشتريت فاصوليا، لقيتها شكلها حلو قوي، قلت الله دي تنفع انها تبقى ايه سلطه، فشلت منهم شويه وقلت هعملها. دي الفاصوليا ماشي. إيه على فكره موضوع التقطيع ده يرجع ليكي، عايزه تقطعيها كبير عايزه تقطعيها صغير براحتك، بس انا شايفه ان الحجم ده اللي هو ده معقول، ده معقول عشان يتناسب مع حجم البصل. تمام. فانا كل اللي هعمله دلوقتي هقطع الفاصوليا دي واحطها على النار تاخد بتاع 10 دقايق مش اكتر، يعني انا مش عايزاها مستويه، لا ده انا عايزاها فيها قرشه. طبعا انا اديتها نص سلقه زيت، لازم نحطها نطلعها من النار على طول، شايفين عامله ازاي الدخان، في ميه ساقعه وتلج، لازم تبقى في ميه ساقعه وتلج عشان نوقف عمليه السوا. تعالوا نعمل بقى الدريسنج بتاعها. اول حاجه هنجيب معلقتين من السكر، ممكن السكر ده يبقى عسل والعسل هيبقى احلى. هحط عليهم يعني كوبايه الا ربع من الميه، ودي كمان ليمونه كامله انا عصراها. هحط كمان شويه من الخل، واحط نص فنجان من الزيت، اي نوع زيت انتي عايزاه، زيت زيتون زيت عادي مش هتفرق. هحط رشه بسيطه من الملح لان احنا معتمدين على الخل والليمون، ويا دوبك حاجه بسيطه قوي من الفلفل الاسود، يعني ده اذا حبيتي. انا بحبها بقى يعني. نقلب كل الدريسنج ده مع بعض وندوبه. انا مش هنحط اي مكونات دلوقتي الا لما كل ده يدوب. واول حاجه هحطها على فكره البصل، عشان البصل دايما بيبقى يعني لاذع شويه وحامي، فدايما ان احنا نعمل ايه، نحطه في المحلول الاول كده، نحطه فيه كده شويه واسيبه. الفاصوليا بتاعتنا طبعا بارده تماما، وكمان الفاصوليا البيضه. انت لو عايزه تقللي الفاصوليا البيضه عن كده مفيش مشكله، عايزه تدعميها بفلفله لونها اصفر لونها احمر زي ما انت عايزه، بس انا هحط ايه كمان فلفله صفراء. كل مرحله كده تقعدي تقلبي المكونات، وكل ما تحطي مكون تقلبيه كويس عشان كله ياخد من بعضه. اهم حاجه لازم تبقي عارفاها ان السلطه دي لازم تبات في التلاجة لتاني يوم. حطينا نص حبايه من الفلفل الاحمر ونص حبايه من الفلفل الاصفر عشان تديني اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. زي ما قلت نجاح الوصفه دي بالذات او النوع ده من السلطات زي الكول سلو برضو، انه يفضل في التلاجة لتاني يوم، يعني يبات. ليه بقى؟ عشان اللي ياخد من الدريسنج اللي موجود ده ويشرب كله من بعضه كده ويبقى ميه واحده. هو طبعا دلوقتي طعمه حلو على فكره لكن بكره النتيجه هتبقى احلى.